العوافي عليكم يا حبايبي. انا النهارده هقول لكم المثل بيقول ايه؟ عقربتين على الحيط ولا سلفتين في البيت. يعني ايه قصة المثل ده؟ عقربتين على الحيط ولا سلفتين في البيت. حكاية أم محمد، عندها محمد ومصطفى، وقالت أنا هجوزهم معايا يونسوني، وفعلا بنت شقتين، شقة لمحمد وشقة لمصطفى، وجوزتهم معاها في البيت. لكن من ساعة ما جوزتهم والست مش مرتاحة. المرات محمد ومرات مصطفى كل يوم يتخانقوا، لدرجة كل واحدة تسلط جوزها، لغاية اما الاخوات خصموا بعض. محمد ومصطفى بقوا يخصموا بعض، وكل واحدة تقول لحماتها انتي بتحبي التانية اكتر مني. وحماتها بقت محتارة وزعلانة عشان ولادها الاتنين مخاصمين بعض، ومن ساعة ما جوزتهم ما شافتش يوم راحة، لغاية لما جات اختها زارتها اللي هي تبقى خالة مصطفى ومحمد. جات اختها ولقيت اختها زعلانة كده وحزينة، ويعني وشها كده مقطوف. قالت لها مالك؟ قالت لها من ساعة ما جوزت محمد ومصطفى وهم الستات بتاعتهم قاعدين يتخانقوا كل يوم، لغاية لما ولادي خصموا بعض وقطعوا بعض، وبقت الدنيا بقت وحشة قوي. انا ما كنتش اعرف لو كنت اللي انا هجوزهم معايا الا انا مش هرتاح، والاخوات يقطعوا بعضيهم. الست اختها بصت لها كده وقالت لها على رأي المثل عقربتين على الحيط ولا سلفتين في البيت. ونصيحتي ليكم يا حبايبي، ليه تخلوا الناس يقولوا عليكم أمثال وحشة؟ طب بدل النكد والخصام وتتخانقوا مع حماتكم شوية وتتخانقوا مع بعضكم شوية، ما تجربوا اللي انتوا تكونوا حبايب، واللي انتوا كل واحد يجي على نفسه شوية الدنيا تمشي. ايه يعني الحما تاخد مراتات ولادها زي بناتها، وانتي تاخدي حماتك زي امك، والدنيا تمشي، وما تتخانقيش مع سلفتك، خديها زي اختك، بدل ما يقولوا عليكم امثال مش كويسة. ويا حبايبي الدنيا ما تستاهلش، والنكد ده بيأثر العمر وبيقلب يعني ويكبر قبل الأوان، ويقلب الحزن على الإنسان. ليه كده؟ ما تخلي الدنيا حلوة، وسهلوها على نفسكم تسهل، وسهلوها على غيركم تسهل. والله كل واحدة لو جت على نفسها شوية هتبقى أسعد إنسانة في الدنيا، لأن النكد بيعم. يعني انت لو قلتي هنكد على سلفتي ولا هنكد على حماتي، ما النكد برضو انت عايشة فيه. طب ما نجرب نبعد عن النكد شوية ونطرده برا البيت، هيجرى ايه يا حبايبي؟ وتمسوا بالخير يا حبايبي.